السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بأفضل حال يا رب. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وطريقة تحميص بذر الشمس. رح نعطيكم طريقة حلوة وسريعة وبسيطة وتخلي الزبون أول ما يشوفه يقول لك أعطيني 5 كيلو. تابعوا معنا الفيديو للآخر لنشوف شلون. هلا هون يا شباب جينا على ماكينة التمليح، رح نعبي فيها البذر. تاخد هاي الماكينة 8 كيلو، 8 كيلو بذر. البذر زراعة تركية، أصله صيني بس نوعية ممتازة. هلا هون نحن عم نعبي الماكينة مثل ما انكم شايفين. بعد ما نعبي الماكينة راح نضيف عليه مي، ملح وطحين. الطحين بنخلطه مع الملح، لكل 10 كيلو ملح بنحط له نص كيلو طحين، علشان الملح وقت نحطه على البذر يكون مهمة الطحين هون انه تمسك الملح والبذر على بعض، ما تخلي البذر يوقع منه الملح. هلا مثل ما انكم شايفين هاي هون نص لتر مي راح نحطه على البذر. بعدين بعد ما حطيناه راح نعيفه هيك يدوخ شوي، تقريبا 15 ثانية ل20 ثانية. بعدين راح نحطله الملح لكل 10 كيلو قلنا لكم نص كيلو طحين لازم نضيف فيه ونخلطه منيح الملح مع الطحين. هلا بنوزعه عليه. هلا هاي طبعا الكمية اللي ضفناها هي نص كيلو ملح. هلا نخليه هيك ينخلط شوي مع بعضه، ونخلطه نحن شوي، لأنه الماكينة قد ما كانت هي عم بتخلطه فمو وقت انت بتخلط بإيدك. هلا هيك مثل ما انكم شايفين عم ينخلط. طبعا يا شباب البزر فيه شغلة هو ممتاز، بس فيه شغلة ما حلوة، انه بتاخد كيلو بتقعد بتحطه قدامك، كل ما بتقول خلصت وما عاد بدي اكل بترجع بتكمل اكل. فهون المشكلة شو فيه، انه هو مثل مسبحة الشيطان، بتضل عم تاكل بتاكل بتاكل بتاكل. بعدنا فيها خلينا نرجع للتحميص. المهم رح نقيفه هلا هيك عم يلف ويفتل ويدوخ لبين ما يشرب المي والملح. بعد ما يشرب المي والملح راح نطالعه من الماكينة وناخده على ماكينة التحميص. هلا هيك بنعمل له بس هيك نظرة خفيفة لنشوف شلون وضعه، استوى ولا لسه، شرب المي والملح ولا لسه. نعطيه هيك نظرة، فرجيني اشوف. يلا يا ابو احمد شوفوا لي عليه. لا تمام، اخذ المي والملح وشربون وغبون كمان. هلا بقى رح نطالعه من الماكينة ومع وشنا ركض على ماكينة التحميص. هاي الماكينة طبعا إلها أول شي بتشغل على الواحد بتصير بتاخد لجواتها، بعدين بتلف على الطرف التاني على الاتنين بتصير بتطالع، يعني مثل ما لكم شايفين. هلا بقى وين؟ على ماكينة التحميص. هاي الماكينة يا شباب بتحمص بالساعة 35 ل40 كيلو. شوفوا لي هالذهب هذا اللي عم يطلع، شاي معلم ولا لا؟ كتبوا لي بالتعليقات إذا كنا معلمين ولا ما لنا معلمين بهالشغلة. مثل ما انتم شايفين يا شباب شلون. طبعا هذا البزر بتحمص على 144 درجة. وهي الماكينة لها سرعات، أنا حاطط السرعة على 30، لأنه إذا حطيتها سرعة أكتر بيطلع ني، وإذا حطيتها سرعة أقل بيطلع شو اسمه، بيحترق، بصير في طعمة حرق هيك للبزر. وهون بنكون وصلنا لآخر الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.